واحدة بتقول أنا غسالتي جديدة جبتها من 3 سنين ولم تستخدم، بفتحها لقيت عند الفلتر مية متجمعة ولونها بني غامق، نشفتها بفوطة. المفروض أعمل إيه قبل ما استخدمها لأول مرة؟ أنا أقولك، المية اللي متجمعة في الفلتر دي من الشركة لما كانوا بيعملوا لها اختبار لأول مرة علشان ينزلوا المنتج ويتباع في السوق. تمام، نشفتيه عشان طبعا انت ركنتيها 3 سنين فبقى لونها غامق. تمام، أول مرة تستخدميها بعد الفترة دي، أول حاجة تحطي فيها المسحوق، الملح، الملمع. لو هتستخدمي قراص مش ضروري ملح ولا ملمع. هتشغلي دورة غسيل كاملة بدون مواعين، ما تحطيش فيها مواعين، ده اعتبريها دورة تنظيف بالمسحوق عادي أو بالقرص، وشغليها دورة كاملة ساعة ساعتين. وبعد كده استخدميها استخدامك العادي جدا، مفيش أي مشاكل. وطول الوقت هيكون موجود في الفلتر مية نظيفة حوالي 2-3 سنتي في قاع الفلتر. لازم تكون المية دي نظيفة، وبتكون نظيفة طبعا لأن انت بعد كل غسلة بتنضفيها كويس جدا، اللي هي الفلتر. بعد كل غسلة بتنضفي الفلتر، تشيليه وتنضفيه بفرشة ناعمة وتحطيه تاني. مش هيكون في ريحة، مش المية دي مش هتغير لونها، المية دي هتفضل نظيفة، مش هيبقى لونها بني زي ما لقيتيها.